يا مساء الرعب على أحلى إخوات في الدنيا. أنا اسمي محمود عبد الرازق، شغال سواق على عربية نقل. بقالي أكتر من 15 سنة في الشغلانة دي، يعني يعتبر نص حياتي على الطريق. بس اللي حصل في الطريق الصحراوي ده عمري ما قدرت أنساه. كانت الساعة حوالي 2:30 بالليل وأنا راجع من أسوان رايح القاهرة. الطريق كان فاضي تماما، مفيش ولا عربية ولا أنوار ولا أي حاجة. نور عربيتي بس هو اللي كان منور الطريق. والجو اليوم ده كان هادي جدا، مفيش أي صوت حواليك، حتى صوت الهوا ما كنتش سامعه. وأنا ماشي في الطريق وداخل على الكيلو 88 لمحت من بعيد حاجة واقفة كده على جنب، بس ما كانتش واضحة قوي. افتكرتها كلب مثلا ولا صخرة بعيدة، بس كان كل ما بقرب الصورة كانت بتوضح أكتر. ولما قربت لقيتها ست واقفة في نص الطريق. لبسها كان غريب شوية، كانت لابسة عباية سودة طويلة وشال على راسها. بس الغريب إن هي كانت واقفة لوحدها، مفيش عربية جنبها مثلا ولا طريق جانبي مثلا كانت جاية منه ولا حاجة. ازاي واقفة كده لوحدها في نص الطريق المرعب ده؟ بطأت السرعة وشغلت النور العالي. كانت باصة ناحيتي بس وشها كان شاحب كده، كأنه وش واحدة تعبانة أو خارجة من عملية. وقفت جنبها وفتحت الإزاز وقلت لها: مساء الخير يا أختي، انتي تايهة ولا محتاجة توصيلة؟ ما ردتش عليا، فضلت واقفة ثابتة زي ما هي، بس عينيها كانت ثابتة عليا، كأنها بتفكر تقولي حاجة ومش قادرة. في اللحظة دي حرفيا الجو بقى بارد جدا وركبي بدأت تتهز جامد. بس ضميري ما قدرش يسيبها، يعني قلت يمكن حصل لها حاجة. نزلت من العربية خطوتين تلاتة كده، بس كل خطوة كنت حاسس إن الأرض بتسحبني لتحت، كأن خطوتي تقيلة جدا. قربت منها وقلت بصوت واطي: انت كويسة؟ في حاجة؟ رفعت وشها عليا بالراحة، وأول ما عينيها جت في عيني شفت حاجة غريبة جدا. عينيها كانت سودة، مش سواد طبيعي، لأ، سواد كأنه حاجة فاضية، كأن عينيها مش موجودة. أنا أول ما شفت ده الصراحة قلبي وقع ورجعت لورا خطوتين وأنا مش قادر أنطق. وهي ما اتحركتش، بس رفعت إيديها وشاورت ناحية العربية. وأنا طبعا رجعت بسرعة، وقبل ما أوصل لباب العربية سمعت صوت جاي من ورايا، صوت خشن جدا بيهمس في وداني بيقول لي: ارجع يا محمود. أنا طبعا اتجمدت في مكاني، بصيت ورايا، مفيش حد. بصيت قدامي للست، اختفت. رجعت جري على العربية وركبت وأنا قلبي بيقع من مكانه. قعدت أبص حواليا، مفيش حاجة. بصيت في المراية وأنا باخد نفسي بالعافية، لقيتها قاعدة ورا. كان أكنها مبلولة وشعرها مبلول جامد، وعينيها لسه سودة زي ما هي. طبعا وقتها أنا اترعبت جدا، بس قلت ممكن من الخضة هي ركبت وأنا مش واخد بالي. مشيت بالعربية وأنا خايف أصلا أسألها، وأنا خايف أكلمها أصلا أقول لها أنت رايحة فين ولا عايزة إيه مني. بعد حوالي 5 كيلو كده لقيت بنزينة، جريت طبعا على البنزينة ووقفت ونزلت جري على الراجل اللي واقف في البنزينة. قلت له: بص جوه العربية بسرعة، قول لي شايف ايه. الراجل دخل وبص وقال لي: فاضية يا بيه، بس الكرسي اللي ورا عليه طين، مبلول جامد كده يا بيه. طبعا حاولت اغير الموضوع عشان ما يقولش ان انا مجنون ولا حاجة، ورحت راكب العربية ومشغل قرآن وماشي وراجع على بيتي. وانا ماشي لقيت الدنيا تمام ومفيش حاجة حصلت، وجوايا كنت عايز اهدي نفسي، فبقول ممكن تهيؤات او مثلا عشان ما نمتش كويس فتعبان فبيتهيألي حاجات، بس انا متأكد من اللي انا شفته. المهم وصلت بيتي على حوالي الساعة 5 الصبح كده. كنت مرعوب طبعا ومتشتت ودماغي بتلعبك على الآخر. دخلت الشقة، مراتي كانت نايمة مصحتهاش، قلت اروح اخد دش وانام يمكن دماغي تهدى. بس اول ما دخلت الحمام لقيت طينة على الأرض، نفس الطينة اللي شفتها على كرسي العربية من ورا. وقفت مكاني دقيقة كاملة ثابت مش عارف أتحرك. وبعدين بصيت على المراية اللي فوق الحوض، كنت باصص على نفسي بس حسيت إن في وش تاني ورايا. لفيت بسرعة ما لقيتش حد. رجعت أبص تاني في المراية، الوش اختفى. برضه قعدت أهدي نفسي وقلت دي تهيؤات عشان أنا مرهق وما نمتش بقالي يومين. طلعت من الحمام رحت أنام. طلعت نمت بس كنت سامع أصوات خفيفة، كأن في حد ماشي حافي في الصالة. كل شوية الأرض تطلع صوت اللي هو أكن في حد ماشي. والبرد اللي أنا كنت حاسه في الطريق رجع تاني جوه الأوضة. غمضت عيني بالعافية، بس بعد أقل من ساعة صحيت على صوت همس عند ودني: كنت ليه عايز تمشي يا محمود؟ الصوت كان ناعم كده بس مرعب. قمت مفزوع، نورت النور، مفيش حد.
مراتي نايمة عادي والأوضة ما فيهاش حد، بس ريحة الطينة الغريبة دي مالية الأوضة. قعدت على السرير والتفكير فضل يلف في دماغي، مين دي؟ إزاي وصلت البيت؟ ولا دي روح؟ ولا يمكن أنا اتلبست؟ الساعة جت 8 وكنت لازم أروح الشغل. نزلت من البيت كنت حاسس إن في حد ماشي ورايا. ببص حواليا في كل حتة مفيش حد، بس الإحساس موجود. عارف لما تحس إن في نفس سخن قريب من رقبتك؟ هو ده بالظبط. وصلت الشركة ولقيت عم سيد اللي بيشتغل معايا. أول ما شافني قال لي: مالك يا محمود وشك أصفر كده ليه؟ ده شكلك ما نمتش. قلت له: مفيش، بس الطريق كان مرعب امبارح. ضحك وقال لي: أكيد شفت العروسة بتاعت الكيلو 88. ساعتها أنا دمي اتجمد. قلت له: عروسة قصدك إيه؟ قال لي بالراحة كده: ما تعرفش القصة؟ الست دي بتظهر للسواقين في نص الليل، بتوقفهم وتطلب منهم توصيلة، بس اللي بيقف لها عمره ما بيبقى زي الأول. فضلت ساكت مش قادر أرد. كل حاجة قالها كانت بالظبط اللي حصلت لي. خلصت شغل وأنا مروح بقى للبيت، قلت خلاص مش هفكر في الموضوع ده تاني. روحت البيت وقعدت في الصالة وطفيت النور وسايب التلفزيون شغال بصوت واطي عشان ما احسش ان انا لوحدي او ما اسمعش الهمسات اللي بتجيلي دي. بس حوالي الساعة 3 بالليل كده سمعت صوت العربية بره وصوت الموتور اتفتح. قمت فتحت البلكونة لقيت العربية منورة النور العالي ومفيش حد فيها، بس بابها اللي ورا مفتوح. رجعت من البلكونة وأنا قلبي بيخبط في صدري، ولما لفيت كانت واقفة في نص الأوضة، نفس العباية نفس الشعر المبلول، بس المرة دي كانت بتضحك وبتقول لي: أنا قلت لك ما تسيبنيش يا محمود. الصوت كان طالع من جوه دماغي مش من بقها، وقبل ما أصرخ ولا أعمل أي حاجة وقعت على الأرض وسمعت آخر جملة قالتها وهي بتقرب مني: الطريق لسه مخلصش. أنا بعد اللي حصل في الليلتين دول كنت خلاص حاسس إني اتجننت. نفس العباية السوداء، نفس العينين اللي سوادها يخض، كل يوم تيجي تقف جنبي على السرير ومجرد ما افتح عيني تختفي. في اليوم التالت ما استحملتش، قلت لازم اروح لحد بيفهم في الحاجات دي، حد يفهمني ايه اللي بيحصل. رحت لصاحبي كمال، هو كان يعرف شيخ كبير في منطقة اسمها الحومدية، بيقول عليه شيخ راقي، يعني بيرقي الناس بالقرآن، مش من النوع اللي بيقول كلام غريب ولا بيعمل أعمال. وصلت عند الشيخ على العصر كده، راجل كبير في السن لابس جلابية بيضة وعينه فيها هدوء يخليك تحس بالأمان. قعدت قدامه وحكيت له كل اللي حصل، من أول الطريق لحد الليلة اللي شفتها فيها في الأوضة. قعد ساكت فترة ما بيتكلمش، بس عينيه كانت بصالي بطريقة غريبة. بعديها قال لي بهدوء: انت شفتها فين يا محمود بالظبط؟ في أنهي كيلو قلت لي؟ قلت له: في الكيلو 88 تقريبا. بمجرد ما قلت له الرقم وشه اتغير، بص لتلميذه اللي قاعد جنبه وقال له: هات المصحف يا ابني. فتح الشيخ المصحف وقعد يقرا. صوته كان هادي في الأول، لكن بعد أول صفحة بدأ صوته يقطع كأنه بيتعب. بعد حوالي دقيقة كده سكت وبصلي وقال لي: هي مش جنية عادية يا محمود. ساعتها حسيت إن الدنيا كلها لفت بيا. قلت له: يعني إيه مش عادية؟ قال لي: دي روح واحدة ماتت في نفس المكان اللي وقفت فيه. الناس هناك في البلد بيقولوا إنهم دايما بيشوفوها بعد نص الليل، بتوقف اللي ماشي تطلب منه توصيلة وبعديها تختفي. قعدت ساكت مش قادر أتنفس. الشيخ كمل كلامه وقال لي: بس المرة دي واضح إنها اتعلقت بيك، يعني شفتها ووقفت لها وده كفاية يخلي روحها تتعلق بيك. طلب مني أقرأ معاه شوية آيات. بدأ يقرأ سورة البقرة وأنا قاعد جنبه. في النص ريحة غريبة بدأت تطلع، ريحة الطينة ملت المكان، والشيخ وقف فجأة وقال بصوت عالي: بسم الله الرحمن الرحيم، اخرجي من بيت الراجل ده. في اللحظة دي الشمعة اللي كانت على الترابيزة اتطفت لوحدها، وورا وداني سمعت نفس الصوت اللي سمعته أول مرة في الصحراء: ارجع يا محمود، الطريق لسه مخلصش. الشيخ بصلي وقال لي بصوت متقطع كده: هي هنا جوه البيت. قلت له بخوف: فين؟ مد ايده ناحية الباب وقال لي: ورا الباب. قمت ابص ولما بصيت شفتها، ست واقفة نفس الشعر ونفس الجلابية اللي لابساها، بس المرة دي كنت شايفها بوضوح أكتر من أي مرة قبل كده. الشيخ بدأ يقرأ قرآن تاني، لكن الغريب إن الست بدأت تختفي، وبصوت خفيف سمعناه كلنا قالت: أنا ما عملتش حاجة، هو اللي وقف لي. الشيخ مسك المصحف وصرخ فيها: ارجعي لمكانك، وهي اختفت زي الدخان. بعدها الشيخ قعد على الكرسي وهو تعبان جدا وقال لي: الروح دي مش هتسيبك دلوقتي، هي محتاجة منك حاجة، بس لسه مش عارفين هي ايه. خد بالك لو حلمت بيها تاني اسألها هي عايزة ايه.
خرجت من عنده وأنا جسمي كله بيرتعش. الليل دخل وأنا راجع البيت، بس طول الطريق كنت حاسس إن في حد قاعد على الكرسي ورايا. كل شوية أبص في المراية ألاقي خيال. روّحت البيت وأنا ما كنتش ناوي أنام الليلة دي، بس النوم غصب عني جه وأنا قاعد على الكرسي. نمت وكان شكلها مستنيني. في الحلم كنت واقف في نفس الطريق الصحراوي، بس المرة دي من غير العربية. كنت لابس نفس الهدوم اللي كنت فيها اليوم ده، وبابُص حواليّا مش شايف غير الضلمة. بتقول لي: محمود ارجع لي. لفيت ورايا، كانت واقفة على بُعد كام متر، نفس العباية السودا بس المرة دي وشها باين. وشها ست عجوزة جدًا وعينيها حمرا، بس الغريب إنها كانت بتعيط. قُلت لها وأنا خايف: أنتِ عايزة إيه منّي؟ ردِّت عليّا بصوت متقطّع كده: أنا مش شيطانة يا محمود، أنا ظلموني، أنا اتدفنت هنا وما حدش سمع عني. قُلت لها: دفنوكِ فين؟ فين هنا؟ قرّبت منّي وكل ما بتقرّب الهوا بيبرد أكتر والرملة بتتحرك تحت رجلي لوحدها. قالت لي وهي بتبُص في عيني: في الكيلو 88 عند العمود اللي واقع، ارجع هناك هتعرف كل حاجة. فجأة صوت صريخ عالي ملا المكان والأرض بدأت تتهز والسما كانت سودا مليانة دخان. صحيت مفزوع جسمي كله عرق. ساعتها حسيت إن الحلم ده مش مجرد حلم، ده حد محتاجني إن أنا أساعده. قعدت على السرير لحد الفجر وبمجرد ما النور بدأ يطلع قررت أرجع تاني للطريق. طلعت بالعربية تاني نفس الطريق نفس الكيلو 88. وأنا ماشي طبعا كنت مرعوب. وصلت المكان، كل حاجة في المكان كانت زي ما هي، حتى العمود المكسور اللي في الحلم لقيته هناك فعلا. نزلت بصيت حواليا، الدنيا كانت هادية بس الجو كان غريب. حرارة الشمس عالية وبرغم كده كنت حاسس ببرودة في جسمي. وأنا ماشي رايح على العمود رجلي خبطت في حاجة معدنية كده. نزلت بجسمي كده أبص عليها لقيته خاتم دهب. خاتم شكله قديم ومكتوب عليه اسم سعاد. أول ما مسكت الخاتم حسيت بحرارة غريبة في إيدي كأن الخاتم بيولع. رميته بسرعة على الأرض وسمعت ورايا صوت الست وهي بتقولي: أيوه، هو ده، ما تسيبوش هنا. قلت لها وأنا ببص حواليا بخوف: أنت عايزاني أعمل إيه؟ ردت عليا قالت لي: وديه مكانه، روح للي ظلمني. رجعت للعربية وأنا مش قادر أصدق اللي حصل. بس وأنا راجع فتحت الراديو على قناة عشوائية كده، لقيت المذيع بيقول: في خبر عجيب النهاردة، لقوا هيكل عظمي في منطقة الكيلو 88 بالطريق الصحراوي. يقال إنه البنت مفقودة من سنة 2015 واسمها سعاد. رجعت البيت وأنا ماسك الخاتم بقماشة مش قادر ألمسه تاني بعد اللي حسيته في إيدي أول ما مسكته. قعدت على الكرسي في الصالة وقعدت أفكر مين هي سعاد؟ إيه اللي حصل لها في الكيلو 88؟ وليه أنا بالذات اللي عايزين أساعدها؟ المهم قلت أعمل اللي قالت لي عليه، أدور على اللي ظلمها. بدأت أدور على النت على حوادث حصلت في نفس المكان. لقيت خبر في 2015 فعلا. العنوان كان: اختفاء عروسة بعد ليلة فرحها بساعات على الطريق الصحراوي. والخبر بيقول إن العروسة اسمها سعاد عبد المقصود، كانت راجعة من فرحها مع جوزها لكن العربية اتعطلت في الكيلو 88. وجوزها قال إنها نزلت تتمشى ناحية الطريق ومن بعديها اختفت. وهو راح بلغ الشرطة بس محدش لقاها. والقضية اتقفلت بعديها بكام أسبوع. بس كان في تعليق صغير في الخبر، كان مكتوب إن العريس اسمه كمال عين. عينيا وقتها فتحت على الآخر. كمال ده نفس صاحبي اللي وداني للشيخ. رحت له تاني يوم الصبح لقيته واقف قدام القهوة بيولع سيجارة ووشه باين عليه التوتر. قلت له وانا قلبي بيدق: كمال، انت تعرف حاجة عن سعاد؟ ارتبك وقال لي بسرعة: مين سعاد دي؟ قلت له وانا بطلع الخاتم من جيبي: اللي كانت في العربية معاك 2015. شكله اتغير ووشه بقى اصفر وقال لي وهو خايف: انت جبت الاسم ده منين يا محمود؟ قلت له هي اللي قالت لي. قعد على الكرسي وسكت شوية وبعدين قال لي بصوت واطي كده: أنا كنت راجع من فرح صاحبي، الطريق كان فاضي ولقيتها واقفة لوحدها لابسة فستان أبيض وبتعيط وبتقولي إن جوزها سابها ومشى. ركبت معايا بس وهي قاعدة في الكرسي اللي ورا سمعتها بتضحك ضحكة مرعبة. لفيت أشوفها ملقتش حد. وبعديها العربية اتقلبت. ومن يوميها وأنا كل سنة بروح الكيلو 88 بحط وردة وبقررها الفاتحة. بس انت يا محمود واضح انها اختارتك المرة دي. قلت له وانا مش فاهم اختارتني ليه. قال لي وهو بيبص في الارض: علشان اللي ماتت قريبة الشيخ. سكت والكلمة دي خبطت في ودني زي الرصاصة. يعني الشيخ اللي رحنا له كان عارف كل حاجة من الأول؟ رجعت البيت وأنا دماغي بتلف. كل حاجة بدأت تتركب على بعضها، بس في حاجة لسه ناقصة: إن روحها مش هتهدى غير لما تعرف اللي ظلمها.
الليل دخل ونمت بالعافية، لكن في الحلم المرة دي كانت مختلفة. كانت واقفة وسط نار وشعرها طاير في الهوا وبتصرخ وبتقول لي: هو كداب يا محمود، جوزي اللي قتلني، ارجع للطريق عند العمود هتلاقي اللي يثبت ده. صحيت مفزوع والخاتم كان في ايدي مش على الترابيزة، مع اني كنت حاطه على الترابيزة. ساعتها فهمت ان الرجوع للطريق مش اختيار، هي عايزاني انا اللي اجيب لها حقها. طلعت بالعربية في ساعتها، وصلت للكيلو 88، نفس العمود اللي دايما بشوفه في الكوابيس ونفس المكان اللي لقيت فيه الخاتم. نزلت وفي ايدي كشاف صغير، كل حاجة كانت ساكتة. وفجأة لقيت الهواء بيتحرك بسرعة والجو كان ساقع قوي، ولقيت الصوت تاني بيهمس في ودني: محمود هنا. الصوت كان جاي من ناحية صخرة قدامي بحوالي 20-30 متر. مشيت ورا الصوت بالراحة لحد ما قربت من الصخرة، لقيت رجلي خبطت في حاجة تاني. نزلت على ركبتي وبدأت أحفر. الرملة كانت خفيفة قوي أكنها بتتشال لوحدها. بعد حوالي دقيقة كده من الحفر طلعت شنطة قديمة صغيرة، فتحتها لقيت جواها فستان أبيض متقطع وصورة قديمة لعريس وعروسة لابسة نفس الفستان اللي لقيته في الشنطة، وفي ظهر الصورة مكتوب: سعاد عبد المقصود. بس اللي خلاني اتجمد في مكاني إن الصورة دي فيها وش راجل أنا عارفه، ده كمال. رجعت جري على العربية ومسكت التليفون واتصلت بكمال. كمال، انت كنت تعرفها؟ سكت شوية وبعدين قال لي: ارجع من الطريق يا محمود، ارجع فورا. قلت له وانا بزعق له: انت قتلتها يا كمال؟ وسكت لحظة وبعدين قال لي بصوت واطي: ما كانش قصدي، هي اللي كانت بتشك فيا. يوميها اتخانقنا في العربية ووقعت على الأرض ودمها ساح، وأنا خفت ودفنتها هناك. وفي اللحظة دي الخط قطع، وبعديها على طول العربية بدأت تتهز والأنوار بدأت تطفي وتولع لوحدها والكشاف وقع من إيدي. وسمعت صوتها وهي بتقول لي: شكرا يا محمود. الصوت جاي من ورايا، لفيت ولقيتها. وشها كان هادي بس عينيها كان فيها دموع، وقالت لي بصوت كده وهي مبسوطة: اللي عمله اتكشف، أنا هرتاح دلوقتي. الهوا حواليا بدأ يدور والرملة بدأت تعمل دوامات. بصيت لها تاني ما لقيتهاش، ما كانتش موجودة. بس على الرملة كان في أثر رجلين صغيرة بتبعد. رجعت بعديها للبلد ورحت على اسم الشرطة على طول وحكيت كل حاجة. وجابوا كمال وبعد ساعات اعترف بكل حاجة، وقال إنه خاف من الفضيحة فقتلها هناك ومحدش كان يعرف. وانا بقيت كل ما امشي على طريق فاضي ابص في المراية ورايا، مش عشان خايف بس عشان يمكن اشوفها. ساعات الطريق بيحتفظ باسراره، بس لما يقرر يحكيها بيختار حد يسمعها للنهاية، وانا كنت الحد ده. انا اسمي عمر، عندي 32 سنة. كنت عايش طول عمري في القاهرة في الدوشة والزحمة ومشاكل الشغل، لحد ما في يوم قررت أهرب. أنا عايز أعيش في مكان هادي بعيد عن الناس، أبدأ فيه حياة جديدة. واحد صاحبي في الشغل قال لي على بيت للبيع في طريق الفيوم، في قرية صغيرة كده اسمها الكوم الأحمر. قال لي البيت قديم شوية بس واسع وسعره حلو. في الأول كنت متردد، يعني طريق الفيوم بعيد ومقطوع، بس قلت ماشي أروح أشوفه. الطريق فاضي قوي، تحس كأنك ماشي في حتة ما فيهاش بشر. على الجنبين أراضي فاضية وزرع ناشف، والطريق ضلمة مفهوش حتى عمود نور. ولما وصلت لقيت البيت قديم فعلا بس ليه هبة غريبة. باب خشب ضخم وشبابيك مقفولة والسور كله طوب أحمر متاكل. والراجل اللي كان بيبيع البيت شكله عايز يخلص من البيت بسرعة. قال لي هو محتاج شوية شغل بس حلو والله مفهوش أي مشكلة. بس طريقته كانت غريبة، كأنه مستعجل يخلص البيعة ومش عايز يدخل جوه البيت حتى. اشتريت البيت من غير ما افكر كتير، قلت خلاص ابدأ حياة جديدة هنا. وبعد يومين نقلت كل حاجتي، السرير والمكتب والترابيزات وكل حاجة. كنت متحمس جدا لأول ليلة. قعدت في البلكونة بشرب كوباية شاي والهدوء كان جميل قوي. مفيش صوت عربيات، مفيش جيران، بس صوت الهوا كان جامد قوي، كان بيخبط في الشبابيك جامد. حوالي الساعة 12 بالليل قلت خلاص أنا عايز أنام. الجو كان بارد شوية والبيت ريحته تراب كده. فتحت الشبابيك كلها عشان أغير الهوا اللي جوه البيت. وساعتها سمعت صوت عربية بعيدة جدا جاية من آخر الطريق. قلت عادي طريق عربيات أكيد في عربية هتعدي دلوقتي. لكن الصوت كان بيقرب وكل شوية يقرب أكتر لحد ما وقف قدام البيت بالظبط. البيت كان مقطوع، مفيش جيران مفيش أي بيت حواليا. طلعت أبص من الشباك، ما لقيتش عربيات. الطريق فاضي وضلمة، ولا نور ولا حركة. رجعت خطوات لورا قلت يمكن خيالي، يمكن الصوت جاي من بعيد. قعدت شوية وبعدين سمعت حاجة تانية، صوت باب عربية بيتفتح
وبعدين اتقفل. قلبي وقتها بدأ يدق بسرعة، افتكرت إن ممكن يكون حد بيراقبني ولا حد عايز يسرق البيت. مسكت كشاف الموبايل ونزلت أشوف. خرجت بره البيت، الهوا كان بارد جدا والهدوء مخيف. فضلت ألف حوالين البيت، مفيش أي أثر للعربية، ولا كاوتشات ولا نور ولا أي حاجة. رجعت جوه البيت وأنا قلبي مش مطمن. قعدت على الكرسي في الصالة، نورت لمبة صغيرة جنبي، والبيت كله صامت. بس وأنا قاعد سمعت صوت تكة صغيرة جاية من الشباك، كأن حد خبط عليه بإيده. جريت أبص، ما لقيتش حد. رجعت ورا بهدوء، لكن كان في حاجة غريبة جدا. ريحة بنزين قوية داخلة البيت من بره، كأن في عربية فعلا كانت لسه هنا. طفيت النور وفضلت واقف في الضلمة أبص من ورا الشباك. الطريق كان فاضي تماما، بس في نور بعيد جاي من آخر الطريق، كان بيطفي ويولع، كأنه نور عربية بتتحرك بالراحة. وبعدين النور اختفى. قعدت طول الليل صاحي مش قادر أنام، وكل شوية أسمع نفس الصوت. عربية بتقرب وبعدين تقف تحت البيت وتفتح الباب وتقفله. أطلع أبص ملاقيش أي حاجة، وأنا من تعبي نمت مكاني. تاني يوم الصبح نزلت أشوف الأرض اللي تحت البيت، ولقيت فعلا آثار كاوتش عربية. بس المريب إن الأثر كان بيبدأ قدام البيت وينتهي قدام البيت، يعني العربية دي هنا وما خرجتش. دخلت البيت وفضلت أفكر في آثار الكاوتش اللي شفتها. مين اللي بيجي هنا؟ وليه بيقف قدام بيت أنا بالذات؟ أنا حتى ما عنديش جيران أستفسر منهم. وأنا بفكر كده قلت أركب كاميرا صغيرة على الباب تسجل كل اللي بيحصل بالليل. اشتريت كاميرا وركبتها، واليوم ده عدى عادي جدا، أو بالمعنى الأدق أنا اللي كنت فاكر كده. قبل ما أنام حسيت بريحة بنزين تاني، بس قلت يمكن دي وساوس. قفلت الشبابيك وسحبت البطانية عليا وقلت خلاص بكرة هشوف بنفسي. صحيت الصبح بدري، أول حاجة عملتها إني جريت على اللابتوب، وصلت الكاميرا أشوف التسجيل. الفيديو بدأ عادي، طريق فاضي، البيت هادي، ولا أي حركة. عدت الساعة 1 بالليل، 2 بالليل، وبالظبط الساعة 3 إلا ربع ظهر ضوء خفيف كده آخر الطريق، نور العربية اللي كنت بسمعه. بس الغريب إن النور كان بيفضل يقرب وما بيبانش مصدره، كأن الضوء ماشي في الهوا، مش جاي من عربية ولا من أي حاجة. وفجأة النور وقف قدام البوابة، والكاميرا بدأت تتهز زي ما يكون حاجة عدت قدامها بسرعة. قلبي وقع في رجلي، رجعت الفيديو كذا مرة وقعدت أبطأ فيه. وفعلا في لحظة سريعة جدا بان ظل بني آدم واقف عند الباب، ظل واقف ثابت ثانيتين وبعدين اختفى تماما. وقفت مكاني متجمد، أنا متأكد إن محدش عدى من هنا. خرجت أجري على الباب، فتحت لقيت الأرض مبلولة شوية وفي ريحة بنزين قوية جدا. وبعديها شفت حاجة صغيرة مرمية على العتبة، وطيت أجيبها لقيتها ولاعة لونها ذهبي ومتوسخة جامد بالطين. أخدتها ومسحتها وولعت بيها، لقيتها شغالة عادي. بس اللي لاحظته إن عليها محفور بأرقام صغيرة جدا، لكنها محفورة بإبرة صغيرة. كان مكتوب عليها كلمة غريبة أوي، كان مكتوب عليها ارحل. وقفت باصص لها وانا مرعوب والدم بيجري في كل جسمي. مين اللي باعت لي الرسالة دي؟ وليه كاتب عليها كده؟ وقتها قررت اروح اسأل الراجل اللي اجرت منه البيت. ركبت عربيتي ورجعت القاهرة في نفس اليوم. فضلت ادور عليه لحد ما لقيت عنوانه مكتوب في العقد. رحت العنوان اللي مكتوب، سألت جيرانه، قالوا لي انه نقل من هنا من حوالي شهرين وساكن في اكتوبر. اخدت عنوانه الجديد ورحت له. لما شافني اتوتر، قال لي مالك، البيت حصل فيه حاجة؟ قلت له هو مين اللي كان ساكن في البيت ده قبلي؟ سكت شوية وبعدين قال لي بص يا ابني، أنا مش عايز أقول الكلام ده، بس البيت ده محدش قعد فيه أكتر من أسبوع، وكل اللي سابوه كانوا بيشتكوا من نفس الحاجة. قلت له إيه نفس الحاجة دي؟ رد عليا بصوت واطي، صوت العربية اللي بتيجي بالليل وتقف قدام البيت. وسكت شوية وبعدين كمل، بس المرة الأخيرة الراجل اللي كان ساكن قبلك اختفى. العربية جت وفضلت قدام البيت لحد الفجر، وتاني يوم محدش شافه تاني. فضلت ساكت مش عارف أقول إيه. وبعديها سألته وأنا صوتي بيرتعش، يعني إيه اختفى؟ يعني مات؟ قال لي ولا حد عارف. بس الشرطة لما دخلت لقوا ريحة بنزين مالية المكان، وجزء من الحيطة متفحم، كأن كان في حاجة مولعة بس مش عارفين إيه هي. ساعتها حسيت ببرودة غريبة نزلت على جسمي. رجعت للبيت تاني وأنا مش فاهم أي حاجة، بس كان جوايا إحساس إن اللي بيحصل ده لسه ما ابتداش. الليل نزل عليا وأنا حاطط الكاميرا قدام الباب، بس المرة دي وصلتها بالموبايل عشان أشوف كل حاجة لايف. فضلت ماسك الموبايل أشوف الكاميرا. الساعة جت 2 مفيش حاجة، 2:30 مفيش حاجة. لكن على الساعة 3 إلا دقيقة بالظبط الموبايل نور بسرعة، ولقيت النور ظهر تاني في آخر الطريق. لكن المرة دي كان في حاجة جديدة.
جنب النور كان في ظل واضح جدا واقف بيبص ناحية الكاميرا، وفجأة لقيت الكاميرا فصلت. جريت على الشباك أبص لقيت النور اختفى، لكن الباب الخارجي للبيت كان بيخبط لوحده، كأن في حد بيخبط عليه بهدوء. خبط خبطتين بس وبعدين الصوت سكت. فضلت واقف قدام الباب مش قادر أتحرك، والخبطتين كانوا لسه بيرنوا في وداني. قعدت أبص على الباب من بعيد، وكل ما افتكر كلمة ارحل اللي كانت مكتوبة في الولاعة جسمي كان بيقشعر جامد وقلبي بيدق. بس الصراحة وقتها الفضول غلبني، مسكت الكشاف وبدأت أقرب بالراحة، ورحت ناحية الباب بالراحة، وأول ما مسكت مقبض الباب لقيت هوا جامد خبط الباب فتحه لوحده. وقفت متجمد. الشارع قدامي ضلمة تماما، مفيش نور ولا أي صوت، بس ريحة البنزين رجعت تاني، كانت قوية جدا لدرجة إن عيني دمعت. طلعت خطوتين بره الباب والكشاف كان بيتمرجح من ايدي من كتر الرعب، والدنيا كلها كانت هادية. بصيت ناحية الطريق، حسيت ان في حاجة هناك، في نقطة سودة صغيرة واقفة في نص الطريق، كأنها بني آدم بعيد جدا. كل ما ركز عليه أحس إنه بيقرب، بس أول ما رمشت بعيني اختفى. دخلت بسرعة وقفلت الباب وأنا مرعوب، كنت باخد نفسي بسرعة جدا. بس وأنا باخد نفسي سمعت صوت خطوات جاية من جوه البيت، خطوات بطيئة كده وتقيلة بتقرب من الصالة. مسكت الكشاف وبدأت ألف في كل البيت، لفيت في البيت كله، نورت أنواره، ما لقيتش أي حد موجود. لكن كل ما أرجع الصالة أحس إني مش لوحدي. بصيت ناحية السلم الصغير اللي بيطلع على الدور التاني، لقيت حاجة واقفة على أول السلم، بس ما كانتش واضحة، زي ظل إنسان طويل واقف. فضلت باصص له حوالي 10 ثواني مش قادر أتحرك ولا قادر أتنفس، وفجأة اختفى كأنه ما كانش موجود أصلا. طلعت أجري على فوق بسرعة، كل لمبة بنورها، وأنا طالع كل الأوض فاضية. بس وأنا داخل آخر أوضة على الشمال الكشاف وقع مني والنور طفى. طلعت الموبايل من جيبي بسرعة عشان أنوره، وأول ما النور اشتغل لقيت على الحيطة كلمة مكتوبة بخط كبير قوي: اللي قبلك فتح الباب. الدم جرى في عروقي ورجعت خطوة لورا بسرعة وأنا حاسس إن نفسي مش راضي يطلع، وأنا قاعد أقول جوايا: هو مين كتب ده؟ أنا قافل كل الشبابيك والأبواب ومفيش حد معايا في البيت. نزلت بسرعة على الصالة، حاولت أفتح الباب الرئيسي عشان أخرج، بس الباب مش راضي يفتح. المقبض بيلف بس الباب مش بيتحرك، كأن في حد ماسكه من بره. فضلت أخبط وأصرخ وأقول: مين هنا؟ عايز مني إيه؟ لكن مفيش صوت ولا رد. في اللحظة دي الكاميرا اللي على الباب نورت لوحدها، كانت لسه شغالة وبتسجل. فتحت الموبايل بسرعة، لقيت في حاجة واقفة قدام الباب من بره، حد طويل لابس اسود وشه مش باين، واقف ثابت ما بيتحركش، وريحة البنزين زادت قوي. حاولت افتح الباب تاني مفيش فايدة، واللي بره بيخبط، خبطته تقيلة جدا، كل خبطة كانت بتخلي البيت يتهز، ونور البيت بدأ يضعف، وكل لمبة في البيت بدأت تطفي لوحدها واحدة ورا التانية، لحد ما البيت كله بقى ضلمة. فضلت ماسك الموبايل بإيدي، والنور الوحيد اللي جاي منه الفيديو بتاع الكاميرا. ولما بصيت تاني اللي بره ما بقاش واحد، بقوا اتنين. حاولت افتح الباب تاني مفيش فايدة، جريت على الشباك ابص عليهم، ما لقيتش حد. بس الطريق الطويل اللي كان قدام البيت ما لقيتوش، الطريق بقى قصير خالص كأنه مضغوط، والأرض نفسها ملتوية. وفي آخر الطريق نفس البقعة السوداء اللي كنت شايفها قبل كده، بس المرة دي قريبة جدا، قريبة لدرجة إني شايف ملامحها. كان راجل وشه مش واضح، ملامحه مسحوبة كده، وكان ماسك في إيده جيركن بنزين، وكل ما قرب النور عليه أشوف حاجة بتلمع على هدومه، كأنها نار صغيرة بتتحرك جوه جسمه من جوه مش من بره. وأنا ببص عليه لقيت الشباك اتفتح على الآخر، ولقيت هوا جامد داخل عليا، وصوت همهمة بدأ يخرج من الصالة، صوت ناس بتهمس بكلمات مش مفهومة. لفيت بسرعة أبص لقيت الموبايل لسه بيعرض الكاميرا، واللي قدام الباب بقوا 3، كل واحد فيهم ماسك جيركن، وريحة البنزين بقت تخنق، البيت كله بقى ريحة بنزين. جريت ناحية الباب الخلفي اللي بيطلع على الجنينة ورا، شديت المقبض بقوة، الباب اتفتح. قلبي طار من الفرحة وطلعت أجري بره. بس أول ما خرجت حسيت إن في حاجة غلط، لقيت نفس الطريق قدامي ونفس البيت. أنا خرجت من البيت كأن الطريق لف بيا ورجعني. بصيت حواليا مفيش صوت عربيات ولا نور ولا حتى القمر، كل حاجة هادية إلا ريحة البنزين، كانت بتلف حواليا كأنها حاجة بتطاردني. بدأت أجري في الاتجاه التاني، كل ما أبعد ألاقي البيت بيقرب، كأنه بيتحرك معايا.
لحد أمّا وقفت ونزلت على الأرض وأنا مش قادر أتنفّس، وبصّيت على إيدي لقيت عليها رماد، رماد أسود خفيف زي اللي بيطلع من الحريقة، وفجأة سمعت صوت حد ورايا، صوت حد بيقول اسمي، لفّيت بسرعة ما لقيتش حد، بس الصوت كان بيقرّب أكتر، بيقول لي: "عمر ارجع جوّه." رجعت خطوتين لورا لقيت نفسي فعلًا راجع ناحية باب البيت، بس باب البيت لقيته مفتوح والنور جوّه مولّع لوحده، ولقيت مكتوب على الحيطة اللي في وش الباب: "اللي قبلك فتح الباب، وده دورك." لقيت نفسي جوّه البيت ونور البيت بدأ يرمش بسرعة، وسمعت صوت خبط جاي من تحت رجلي، كأن في حد بيخبط في البدروم تحت. بدأت أروح ناحية البدروم، ولمّا فتحت الباب اللي بينزل لتحت، لقيت الهوا اللي طالع من تحت سخن أوي، سخن بشكل مش طبيعي، كأن في نار مولعة تحت. الكشاف اللي في إيدي بدأ يرعش والنور بدأ يضعف. نزلت أول سلمة وطول ما أنا بنزل الريحة بتزيد، ريحة بنزين محروق وريحة لحمة متفحمة، وكنت سامع صوت بس مش صوت خبط، صوت أنين كأن حد بيتعذب تحت. الصوت طالع من آخر السلم. نزلت أكتر لحد ما الكشاف نور الحيطة اللي على شمالي، كانت كلها سودة، لكن لما قربت منها السواد ما طلعش لون، دي متفحمة وفي أثر كف بني آدم عليها، كأنه بيحاول يخرج ومعرفش. والصوت اللي كنت سامعه وقف فجأة، وساعتها سمعت صوت حاجة تانية، صوت نفس قريب جدا مني. لفيت بسرعة برضه ما لقيتش حد. أنا ساعتها شعر جسمي كله وقف، وقلبي طبعا بيدق 500 ألف دقة في الثانية. وأول ما وصلت لآخر السلم لقيت البدروم واسع قوي، والنور اللي فيه ضعيف جدا، والكشاف اللي في إيدي بينور على حاجة في نص الأرض، حاجة ملفوفة بملاية سودة. قربت عليها بالراحة ولما لمستها شُفت منظر خلّاني أتجمّد في مكاني، لقيت جثة محروقة بالكامل، بس مش متفحّمة للآخر، كإنّها كانت في نُص النار وخرجت منها، الوش كان متشوّه بس فيه ملامح صغيّرة باقية، وكان في حاجة غريبة جدًا جنبها، موبايل قديم لسه شغّال وبيطلّع نور خفيف. مسكت الموبايل وبصّيت على الشاشة، لقيت فيديو شغّال، نفس تسجيل الكاميرا اللي في البيت، بس التاريخ قبل 5 سنين. اتّكيت على تشغيل واللي شُفته خلّاني أتجمّد مكاني. كان في راجل نفس الملامح اللي كنت شايفها على الطريق، بس كان واقف في الصالة وحواليه جراكن بنزين، وبيضحك وهو بيرُش البنزين على الأرض وبيقول بصوت واطي جدًا: "كل اللي هيسكن هنا هيتحرق زيي." وفجأة النار تولّع فيه وصوت صريخ ملا المكان، وفي آخر ثانية قبل ما الصورة تسوَد الكاميرا فضلت على وش الراجل، كان باصص على الكاميرا وبيقول كلمة واحدة، كان بيقول: "عُمر." الموبايل وقع من إيدي ساعتها على الأرض، والضلمة بقت في المكان كله، بس في وسط الضلمة دي سمعت صوت ولاعة بتفتح، نفس صوت الولاعة اللي كنت لاقيها فوق. ولما النور بتاعها اشتغل شفت وش الراجل اللي في الفيديو واقف قدامي، وشه متفحم وعيونه بيطلع منها دخان، وبيقول لي وصوته مبحوح: "قلت لك ما تفتحش الباب." والولاعة اتطفت، لكن النور اللي جه بعدها كان نار. الجثة اللي على الأرض بدأت تولع لوحدها، والنار انتشرت بسرعة في المكان كله، والجدران بتتهز والدخان مالي المكان. طلعت أجري على السلم وأنا كاتم نفسي بإيدي، بس وأنا طالع سمعت صوت خطوات بتجري ورايا، مش خطوات لشخص واحد، كانوا كتير جدا، وصوت همس ورايا بيقول: "ارجع البدروم لسه ما خلص." فضلت أجري لحد ما وصلت للصالة والدخان طالع معايا. جريت ناحية الباب والمرة دي اتفتح، جريت ناحية الطريق بس الطريق ما كانش موجود، والبيت كان كله متحوط بالنار. وقفت وأنا بتنفس بصعوبة بحاول أدور على مخرج أخرج منه، وفجأة الموبايل اللي في جيبي رن. طلعته بسرعة ورديت، لقيت صوت الراجل اللي تحت في البدروم بيقول لي: "اتأخرت يا عمر، النار دلوقتي جواك." ساعتها أنا وقعت على الأرض، الشمس ضاربة في وشي وأنا مرمي على الأرض قدام البيت، بس ريحة البنزين لسه موجودة. قمت بالعافية ببص حواليا، البيت واقف زي ما هو، ولا نار ولا دخان ولا أي أثر لحريق، كأن اللي حصل بالليل كان حلم. دخلت البيت معرفش ليه رجلي خدتني جواه تاني، بس كان في حاجة جوايا بتشدني، زي ما يكون في صوت جوه دماغي بيقول لي لسه ما خلصتش. دخلت الصالة لقيت الكاميرا على الأرض، ولما شغلتها لقيت آخر لقطة كانت ليا أنا، بس مش وأنا في البدروم، وأنا نايم على الأرض ووشي شكله غريب، كأن ملامحي متغيرة، كأن جسمي كان محروق. بعديها الصورة اسودت. رجعت أبص حواليا لقيت الشباك مفتوح والهوا داخل منه نفس ريحة البنزين. قربت من الشباك وبصيت ناحية الطريق،
الطريق كان فاضي بس في آخره بعيد أوي كان في راجل واقف نفس الطول نفس الهيئة نفس السواد. بس المرة دي ما خفتش، خرجت أمشي ناحيته وكل ما أقرب المسافة ما بتقلش، كأن الطريق ما بيخلصش. والهوا كان سخن جدا والصوت اللي في وداني كان بيزيد، كان بيقول لي كل اللي يدخل الطريق ما بيخرجش. وقفت وبصيت تاني ورايا، ما لقيتش حد، بس البيت ما كانش ورايا، كان في بيوت كتير قوي شبهه على يميني وعلى شمالي، كلها نفس الشكل، نفس الباب نفس اللون نفس كل حاجة، كأنهم نسخ من بعض. وفجأة حسيت الأرض بتتهز تحتي والهوا بدأ يتقل والسما لونها اتحول لرمادي غامق. وفجأة نور قوي ضرب في وشي وسمعت نفس الصوت بيقول لي اللي بيجي هنا بيبقى جزء من الطريق. وقبل ما أصرخ لقيت كل حاجة رجعت زي ما هي، ولقيت نفسي صاحي وأنا جوه البيت تاني وكل حاجة في مكانها، الكشاف والكاميرا والولاعة. بس كان في مراية صغيرة قدامي، بصيت فيها وشي كان متفحم وسمعت صوت خبط جاي من الباب، خبطتين بالظبط نفس أول مرة. رحت ناحية الباب بهدوء ولما فتحت لقيت راجل واقف ماسك عقد إيجار بيقول لي حضرتك صاحب البيت؟ أنا جاي أستلمه لسه مشتريه النهاردة. ضحكت وساعتها فهمت، البيت بيختار كل مرة حد جديد واللي يسكن فيه بيبقى هو الطريق. مديت إيدي سلمت عليه ولما لمسته إيده سودت على طول والريحة رجعت تاني. ومن بعديها محدش شاف الراجل اللي كان اسمه عمر تاني. والبيت لسه موجود لحد النهاردة على طريق الفيوم، لكن لو عديت هناك بالليل هتشوف نور ضعيف طالع من شباك الدور التاني وصوت ولاعة بتتفتح، وهتسمع حد بيقولك ما تفتحش الباب. وبكده تكون خلصت قصتنا، ولو عجبتك القصة متنساش اللايك والاشتراك والشير وتفعل الجرس وتقول رأيك في الكومنتات. استودعكم الله يا أصدقائي، سلام.